جاك حط مغناطيس كبير على بطن زميله في الزنزانة وبدأ يحركه ببطء لفوق، وفجأة حاجة جوه جسمه بدأت تتحرك مع المغناطيس. الراجل اتلوى من الألم، والسجناء اللي كانوا بيتفرجوا اتقلبت معدتهم من المنظر. لما المغناطيس وصل لرقبته الراجل فجأة واقع على الأرض وبقى بيرغي من بقه. السجناء اتخضوا، بس جاك فضل يكمل لحد ما الراجل قذف حاجة من بطنه وطلعت مفاجأة مدوية، قنبلة مزروعة جوه جسمه. بعد ما شافوا ده باقي المساجين جابوا المغناطيسات وبدأوا يطلعوا القنابل من بطنهم، وبالفعل كلهم نجحوا في إخراجها. جمعوا القنابل وحطوها على مواسير التهوية فوق وبدوا يتضربوا ويتظاهروا قدام الكاميرات. لما مأمور السجن شاف اللي بيحصل فجر القنابل على طول. السجناء وقعوا يصرخوا من الألم، وفي اللحظة دي بالظبط دخلوا المواسير اللي اتفجرت واتفتحت الطريق. المأمور فهم انهم خدعوه فعمل حاجة أسوأ، شغل البخار السخن داخل المواسير عشان يمنعهم يهربوا. السجناء اضطروا يرجعوا، بس اللي استقبلهم كان وابل من رصاص الرشاشات الآلية. في اللحظة الحرجة دي جاك فكر بسرعة وقال هنستخبى في الضلمة، ولما الحرس يدخلوا ندب فيهم ونسرق سلاحهم. لما الحراس دخلوا السجناء انقضوا عليهم، وبمجرد ما شالوا